ربين. إذا ركلة جزاء على ما أعتقد سيمنحها الحكم. فعلا ركلة جزاء، فعلا ركلة جزاء. الركلة رقم 4 بعد 100 في تاريخ دورينا. الركلة رقم 4 بعد 100 في تاريخ دورينا، والركلة الثالثة للنفط هذا الموسم. سجلوا على نفط البصرة أحمد صبري مرتين وعلى الميناء، بينما هذه الركلة الرابعة على أربيل. سجلت نفط البصرة ونفط ميسان والكهرباء على أربيل. رابع ركلة على أربيل وثالث ركلة للنفط هذا الموسم. والركلة رقم 4 بعد 100 في دورينا. سجلت 75 ركلة وأهدرت 28 ركلة. الآن من سينفذ؟ من سينفذ ركلة جزاء؟ ركلة جزاء. أنا شرحت الحالة واضحة، إنه لو مرتطمة بالأرض والإيد ثابتة ما كان يمكن أن يمنح ركلة جزاء، لكن ربين حرك إيده باتجاه الكرة وبالتالي يد بحثت عن كرة. أحمد خالد على التنفيذ. أحمد خالد سجل في شباك القرمة وزاقة وزوراء. دولوفان في المرمى في 20 مباراة 29 هدف عانقت شباكه. أحمد خالد. أحمد يتقدم، قدام، جول! هدف ثاني، هدف ثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 51 بالدقيقة 6 من الوقت الإضافي. أحمد خالد يسجل من ركلة جزاء بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب.